السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في يوميات معتز وآية. حبايبي الحلوين. حبايب قلبي الغاليين، النهارده داخلين عليكم بفيديو جامد جدا جدا جدا. بنحبكم قد الدنيا كلها، وعشان بنحبكم عاملين شغل عالي عشانكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ربنا يخليكم ليا ويديمكم دايما في حياتي افضليه واحلام، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بس لايك وشير كده عشان الفيديو النهارده حماس حماس حماس. الله معانا ايه عليك. النهارده؟ معانا كشري مصري بكل انواع. عربية الكشري. ده مش طبق كشري، ده محل كشري. ده مش طبق كشري، ده محل كشري. يا سيدي. معانا مكرونه ومعانا رز ومعانا حمص ومعانا عدس ومعانا بصل ومعانا صلصه حراقه ومعانا دقه وصلصه بارده وكبده. لا، شغل كشري عادي. بالكبدة. شغل بصوا يا عادي. أبطال، تحدي النهارده مختلف تماما عن التحديات اللي احنا بنعملها خالص. وفكره جديده. تحدي جديد النهارده من اختراعنا احنا، ويمكن لأول مرة احنا ما شفناهوش عند حد. وكمان احنا أبدعنا فيه. أنا وآية قعدنا نفكر لحد ما فكرنا الفكرة دي، ومناسبة جدا مع السفرة النهارده. تحدي النهارده هو بعنوان بابا المجال. الله. تمام. زغدني في كتفي بس يابا تمام. أنا عنوان بابا المجال النهارده بيقول إن البطل الحقيقي هو اللي هيخلص وهو اللي هيقرر إن هو يكسب. صح. بصوا بقى، المفروض إن احنا معانا بولتين. بولة فيها الطيم ودي آخر اختيار، وهنا بولة فيها سعر مثلا وليكن 1000 جنيه. المفروض إن أنا معايا طبق الكشري الجميل ده. تمام. هختار بال1000 جنيه أي منتجات موجودة. تمام. اخترت المنتج وحطيته في الطبق، معايا مية، معايا أي حاجة تانية. بعد كده هختار التايم. طلع لي 30، طلع لي دقيقة، طلع لي دقيقة وربع، أنا ونصيبي وكده. طيب لو خلصت اتكتبت لي الجولة زي الفل، لو ما خلصتش الجولة سقطت مني وراحت عليا بكل اللي فيها. راحت خالص يعني. لو تمام. فاضل لي معلقه واحده راحت خالص. والنقطة دي عاملينها وقصدينها عشان خاطر يكون الفيديو حماسي جدا جدا جدا، وعشان التحدي ما يبقاش متشابه مع تحدي اخر. وعشان آية شيف عالمي يا جماعة. فالوصفة النهاردة مش متصورة على آية محمد، لكن هي مصورة الكشري قبل كده على القناة. فأتمنى إن أنتوا تاخدوا جولة هناك وتظبطوها. يلا بينا يا باشا، مين كشري يبدأ؟ رز يلا حبيبي. بابا المجال أنا ولا أنت؟ انت. طيب نسمي الله. هنختار طبعا السعر، المبلغ، طبعا. ونشوف، طبعا. وبناء عليه ايوه. نختار الأكل. لا انت ها. طيب نسمي وبعدين الله. ده حاجة وجالنا كبير في كشري. 500. طيب طبعا السعر ممكن يكون مش موفق مع التايم، ممكن يجي لي تايم كبير على سعره قليل فعادي، وممكن سعر كتير على تايم قليل. طيب متشابه حاجه بسيطه مع التحدي بتاعنا، بس في اختلاف بسيط جدا. نقول الاسعار. ان اللي هيتبقى مش هياخدوا الخصم، اللي يتبقى وقع الجوله كلها. تمام. دي الفكره. معانا بقى هنا الكوبايه ب 300، والبصل ب50، والكبده ب100، والرز ب50، والمكرونه ب50، والحمص ب50، والعدس ب50، والشطه ب100، والدقه ب50. تمام. ماشي كده كله تمام. تمام. يلا بينا نختار ال500. احنا مش عارفين لسه طيمه ايه، لسه ما ظبطناش حاجه. تمام. ادي كده 1 100. 2 ماشي. تمام كده 200 200. ماشي. كده هتديك اهو كده 250. لا كده حريف. كده 300. ايوه. كده 400. ايوه. وبالمعلقة بايدك. كده بإيدي أحسن بايدك. عشان هيزاولني. كده 450. خد شطه بقى. لا هاخد معلقة مكرونة، ما حطيناش مكرونة. ما حطيتش مكرونه. لازم طبق الكشري يكون إيه، متظبط. على فكره مفرفره بس. خدها بايدك. هتزاولني وما هتعمل لي إيه في الأكل. طيب آدي الطبق ده ب500. جميل. تمام. نختار الطيب. جميل حلوه. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. دقيقة وربع. يا نهار ابيض. يا نهار أبيض. يا نهار ابيض. ده الطيب ده يخلصه في 10 دقايق. يلا بينا. جو. بسم الله. ومعاه دقيقه وربع والتليفون اهوت. خلصوا في 10 دقايق. انت حريف 10 كشري. ثواني. 10 ثواني. سوري. بجد معتز فظيع في الكشري، بجد بيحبه حب خطير. احنا بقالنا كتير جدا ما عملناهوش، فانا مفتقداه الصراحه. لا وكشري بالكبدة. كشري بالكبده. ومفيش حد بيعمل كشري بالكبده غير في اسكندريه. اسكندريه تعمل كشري بالكبده وكشري بالصدق.
انما هو اصلا كشري مصري قهراوي، فهو بتحطلوش كبده، بس اسكندرانيه حطله ايه، تاتش كده على الوش، على الوش تاتش كده على الوش. لكن هو اساسا ما بيتعملش بالكبده، احنا عملناه بالكبده. ليه؟ لان احنا بنحب الكبده. الكبده الاسكندراني تخش جنب اي حاجه حضرتك. وبعدين حضرتك كمان الكبده دي احنا بنحبها ونفسنا فيها، فعملناها جنب الكشري. وتبقى وقف على 20 20 ثانيه. ثانيه. برافو معتز. عايز اقول لك مش شرط تاخدي من كل اللي على الترابيزه، انا عارفه انت ممكن الشرط اخد تاخدي بالسعر اللي طلع لك. بالظبط جوله جميله ونكتب 500 ليا. 2000 جنيه. العب اكلها العب. اكلها بال 2000 جنيه. واكبر تايم طلع عليه. يا نهار ابيض. طيب عد معايا بس عشان الزهايمر. ماشي. 100. 150. ثواني 200. معتز. 200. تمام. واخد 200 كمان مكرونه. ماشي. 400. 2 3 4. 400. وهاخد 200. تمام. 4. 1 2 3 4. وهاخد 4. 1 2 كده 800. 3 4. 800. ها. وهاخد 2 كبده. 1 تمام كده 1000. 2. واخد استر يا رب. 3 سلطه. سلطة. 3 صلصه. ماشي 1 2 كده 1150. بعد كده 4 5 6. ثواني بس اهي، دي دي ب 50 ودي ب 100. طيب كده انت خدت 3 يبقى 1300. خدي هنا واحدة يبقى كده 1500. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 1600. 1650. 4 1700. وكوبايه. تمام زي الفل. طب قد طيب التقليبه بعد كده خدها يا باشا براحتك، على اقل من مهلك. يا جماعه انا عامله طبق كشري يخلص السنه الجايه عشان انا مش بعرف ابلع الكشري بسهوله. الكشري اصلا كل ما تحط له صلصه كتير كل ما يبقى احلى. بسم الله الرحمن الرحيم. 50 ثانيه. والله معقوله يا عم اسكت. 50 ثانيه. يا نهار ابيض عليا. واديله ادي. اديله بسم الله. ادي. كلي بايدك برجلك بودنك اي حاجه. سمي بسم الله. بسم الله. عايزين مغرفه. يلا بينا. يلا جو. يا رب التحدي يعجبكم يا ابطال. والله بنحاول نفكر ان احنا نعمل حاجه كويسه، حتى العقاب بنحاول نفكر ان احنا نعمل عقاب جميل عشان خاطر يعجب حضراتكم. داخل على 30 ثانيه. شفتوا انا جالي تايم كبير على سعر قليل، هي جالها سعر كبير وتايم مش قوي يعني. الكوبايه لسه. الكوبايه لسه. يا نهار ابيض. خلاص خلاص ده مش هتلحقي خلاص. ولو شربت الكوبايه لسه الطبق فيه. برافو ايه. برافو ايه. دي حوالي معلقه او معلقتين. ماشي. معلقتين. ممكن نعمل فكره اضافيه واحنا قاعدين دلوقتي، وبرضه ناخد رايكم فيها. يعني احنا ممكن نكتبه نص المبلغ اللي طلع لآية. ايه رايك؟ نكتبه نص المبلغ ولا الجوله كلها تسقط؟ ماليش دعوه، ده نظام تحدي عشان ما حدش يقول الايه بتعمل في الكلام. طيب الجوله كلها تسقط زي ما اتفقنا، ولو حابين تعدلوا الموضوع دوت نعدلوه في المره الجايه ان شاء الله لو حبينا نعمله تاني. تمام. يبقى آية كده تاخد 0. 0. استغفر الله العظيم يا رب. لا جوله قويه الصراحه، وانت عملت اللي عليكي فما تزعليش. 1600. 1600. يا رب يجيلك حاجه كتيره بقى. طيب 1600. ادي 1 2 100. بجد الشطه حراقه جدا. ماشي. 1 وكلت بسرعه رهيبه. كده 200. تمام. 250. 350. 450. 500. 500. ودي 1
2 كده 600. 600 وادي 1 حلوة 2 قوي. 3 4 كده 400. يبقى كده ايه 1000. 1000 وهاخد واحدة كبدة كده، واحدة كبدة يبقى 1100. 1200 وكوباية يبقى 1500. كده فاضل 100. خد مكرونه. ما خدش مكرونه. خدت خد حمص. خدت واحدة رز وواحدة مكرونة. ماشي كده بالظبط الايه 1600. ونختار وانا غرفت بضمير شكلي. ونختار كام؟ 30 ثانية. الحمد لله يا رب. 30 ثانية. ارجع لورا الحمد لله كده. يا رب. ارجع لورا واقلب. هو انا قلبت قبل الطيب فهو يقلب قبل الطيب. يلا سامحيني بقى لو استعملت شويه ايديا. صغيرين. ايديك فين بتاكل الشوشة كشري الصغيرين؟ والله اصغر من اللي كان معايا. طب ما هو 1600. طيب يلا جو. انا عشان واخد صلصة كتير. يلا جو. بسم الله. انا بقى بتكلم ويعمل لي الجو. لا لا اجمد كده عايزينك. يا رب ما يلحق بقى عشان يبقى جولة. يبقى لسه بادئين على البياض. لا هو خد جولة. لا هيلحق. ده معتز في الكشري ما عندوش شمع حميم. ممكن يقلقش الطباق. مش هتتحسب الجولة لأن الطيب خلاص وفي كوباية. ريح عشان انت ايه محتاج تريح. والله العظيم صعب جدا التحدي ده على فكرة. صعب. 1200. هو في ايه يا جدعان؟ معتز 0. مفيش حاجة من تحت ال1000؟ في يا بابا. طيب بص. في أسعار مختلفة كتير. دي تعتبر ايه؟ معلقتين مثلا. معلقتين ب50 ادي 100. 100 ماشي. و50. لا 200. 200 و100 300. انا خلصت في اخر ثانية الطبق لكن كان ليا كوباية. 400. لا مش الطبق شطة فيه نار. لسه معلقة. لا مفيش معلقة والله، ده حبة صغيرين جدا. 500. مكملوش نص معلقة حتى. 600. على مهلك يعني على مهلك. 700. انا باخد بحرف والله. على فكرة في صلصة وفي 700. مية. 800. 900. 1000. 1 2 1100. 1200. تمام. يا رب يجيلك بقى 30 ثانية زي يا عم اقعد بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبت الطبق وظبطت المظابيط. ظبطت. بسم الله الرحمن الرحيم. المظابيط. وبعدين العقاب النهارده برضو من تفكير حد اخت لينا. دقيقه. تسلم ايديكم. عملتها آية بنت اللذينة. تسلم ايديك يا عم. سيبني في حالي. مفيش كوباية طبعا. سيبني في حالي. لا مفيش كوبايات. طيب. هو الطبق ده بس. تمام. يلا جو. حطوا لي لايك بقى. وقف. حاضر اهو. حطوا لنا لايك. يلا حماس بقى. 1 يلا 2 حماس. 3. يلا جو. يلا حماس يا جماعة الآية. يلا حماس. اديله ادي. الكاميرا مالها دلدلت ناحيتي ليه كده؟ حاول اظبطها شوية في المونتاج. بس الصراحة الكشري وهو حراق في حتة تانية. الكشري المصري طبيعته لازم يكون حراق مولع نار. عايز اقول لكم وانا صغير، مش عارف قلت لكم كده قبل كده ولا لا، تقريبا قلت، بس في ناس جديدة عندنا فلازم اقول تاني. وانا صغير كنت بتحدى زمايلي في المدرسة بعد ما بنخلص دراسة نروحوا مطعم كشري. كنا نتحدى بعض مين ياكل كشري اكتر، مين ياكل شطة على الكشري اكتر. والحمد لله العبد لله كان بيكتسح. عملتها آية. عملتها. تمام. وماله آية. نسمي الله. نفصل اهو يا باشا اهو. 1200 اهو. خدي كده يا باشا بعد اذنك. نسمي الله وناخد الشطة حراقة جدا بس في حاجة حادقة. يا دي 1800. يا نهار ابيض. واو. طيب 1800. يلا ركزي معايا. يلا ادي 100.
دي ركزي معايا. يلا حبيبي يلا. ادي 200. كده 200، 250، 300، ايوه 350، 400 400، 500، 600، 600، كده 700، 700 كده 800. ايوه. ودي 1 كترش حلقه سنه. 2 كده 1000، كوبايه 1100، 1200 انت جايلك تايم صغير على فكره على وكوبايتين. تمام، 1200 وكوبايتين ب 600 يبقى 1800. ماشي تمام، تايم صغير على اللي هو عامله ده. ما نعرفش لسه تايم صغير انا اعرف ولا لا. انا اعرف ما نعرفش، انا اعرف. سيبيها على الله. نعم 45 بالله يا ثانية. اخويا. 45 ثانية. اول ما تقول لي يلا هديك اليلا. حاضر يا باشا. يا نهار ابيض. يلا. الشطه دخلت عند جو. بسم الله. الشطه دخلت هنا عند مناخيري مولعه لي الحته دي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. احنا بناكل بسرعه جدا، فاي بقى مسح وبتاع اعذرونا عشان نلحق التايم. لغايه اخر رصايه اهو اهو. بالراحه. بالراحة ايه؟ مش وقت. مش مهم، مفيش وقت بس يعني بالراحه على الكوبايات تتكسر. يعني الكوبايات تتكسر وقول لي مفيش وقت. 100 100. انا الكوبايات دي عشان تعيش معايا انا جايبه طقم 100 عشان لو اتكسر اعوض. 100 100 آية. اكتبهم يا اخويا 1800 اكتبهم. طبق كشري في الجول وحار نار. بصوا وشي بدأ يحمر. مولع فعلا. 1800. 600 جنيه. حلو قوي. لا جامد. 1 تحدي جامد. 2 وانا رأيي ان يفضل زي ما هو، ان اللي ما يخلصش ما يحسبلوش الجولة. 200. تمام. 1 2 3 4 كده 400. يبقى كده 400. 1 2 1 كده 600. تمام. اختاري الطيب. انا بقى بقلب قبل الايه. براحتك يا جميل. اسحب لك انا الطيب وانت تاكل يا باشا. عمي خليك في حالك عمي. بس تسلم ايدك بجد دقيقة. والله. حلو. ايه الحكايه؟ ايه حلو. الحكايه؟ اسلم. حلو بالنسبه لك. يلا بينا. يلا واكتب ال 600. جو. اهو يا باشا، احلى 600 لاحلى يويو. احلى 600 لاحلى البت آية. استر يا رب. استر يا رب. تشجيع يا ابطال كده وشغل عالي. الشطه يعني حدث ولا حرج. شايفين منظرها عامل ازاي؟ الشطه غير الصلصه. بصوا الصلصه دي حمرا، دي نبيتي. ايه الدنيا؟ هينت اهو. خلصت آية. الله ينور. بتوريني ايه؟ ده لسه فاضل لك 15 ثانية. بتوريني ايه؟ خدي كده خليهم شغالين عبال ما اشوف انا بكام. انا هاخد بكام وكتبت لك ال 600 والله من قبل ما تخلصيهم. طيب يا رب يا ما لهوي. 1000. حلو ده. انا احب كده. طيب يروح جاي له بقى 20 ثانية يبقى فله. تروح الجولة ساقطة. ده حب اللي انا طب بعمله ده نسمي حب. اللي كده بعد اذنك. يلا حبيبي يا سلام. بعد اذنك. الشطة موتاني. 2 3 طب خليهم 4 ب 200. 4 ماشي. 5 6 7. دلوقتي ضميرك في المكرونة شوية. كده يبقى 8. كده يبقى 8. 8 كل ده ب50 صح؟ 8 يعني 9 400.
10 كده 500 كده 600 وكوباية يبقى ايه؟ 1000 إلا 100 900 يعني. 1000 إلا 100 واحد 1000 إلا 100 ألف سلام عليكي 1000 سلام عليكي 1000 إلا 100 50 ثانية كم؟ 50 ثانية 1000 قلت إلا 100 50. قلت 50 بس جديدة 1000 إلا 100 دي الصراحة أول مرة أسمعها يعني. أنا فنانة. طب يلا يا فنانة جو. بسم الله. عادي 1000 إلا 100 هي 900. أيوة صح. أنا بحب أجيب الحاجة إيه متهندمة كده. بس الكشري النهاردة خطير بصراحة. معتز كان عايز يخلي فكرة التحدي دي تايم موحد، فقلت له لا بلاش تايم موحد، خليها ان احنا ايه تايمات مختلفة لان الاسعار مختلفة. 1000 جنيه 1000 جنيه بس إيه رأيك في التحدي؟ التحدي ده خطير بأمانة. 1400 ماشي 1400 3 3 3 900. يلا بينا. اتبقى كام؟ اتبقى 500. 1000 إلا 500. 500 مش عارف تحسب. لا أنا برضه هعرف أحسب وأنت موجودة. 500 يبقى ايه 100. انا مش عارفة مكرونتي ياما ليه. 200 300 300 400 400 500. 500 يبقى الثلاث كوبايات والطبق. احسب يا ابني. احسب ايه؟ انت لسه خدت تايم. والله عاملين ان احنا تايم زياده وسعر زياده. يا رب استرها معايا. 45 ثانية يا ابويا يا ابويا صعبه شويه دي. يا ابويا يما صعبه شويه يعني. يا ابويا يما. عارفين برضو مفيش الفرق. معالق كبيرة. يلا معتز. يلا 45 جو. الفرق بقى بينه وبين تحدي الاختيار الاصعب اللي هو ايه؟ محدش بياخد اللي بتبقى له. يعني مثلا لو ايه اتبقى معاها حاجه انا باخدها بكتبها عندي. مش عارفين 25 ثانيه 25 ثانيه حسب المايك. بس المايك اهم حاجه. المايك مش مشكله. الكشري يقع على الارض عن هدوم بس ما يقعش على المايك. 10 ثواني. يا لهوي خلصتهم. نهار ابيض. 1400 تعالوا نشوفوا اخر تايم واخر سعر. اخر تايم كان 30 ثانيه. اخر سعر كان الحمد لله ما جاليش. زمانك غلط. ضحضحتي. كان 800 جنيه. كان معقول على على 30 ثانيه. طب على اكتب. فكرة. طيب كتبت والله. انت ليه مش مصدقاني ما منلكش انا. يا شيخه؟ اتقي الله اتقي الله. يلا نحسب كده هو واكل 3 وانا واكل 3. تمام. حق الله. حق الله. يلا بينا. يلا ابدا انا. 500 اي حد. 1800 1000. ده كده الثلاث جولات بتوعي. 3 300. 300 يلا انت. يلا 1200 1200 600 600 1400. 3200. الله يس ده انا بقولها مفتخرة قوي. الله سبحان الله. ده انا بقولها فرحانة بحسب ان انا كسبانة اهو 500 1800 1000 وانت ناقص منك جولة وانا ناقص مني جولة. سبحان الله يعني فرق سبحان ايه 100 الله جنيه 100. انا هتعاقب عشان 100 جنيه. سبحان الله. والعقاب يا حبيب قلبي موحد.
والمفروض ان احنا متفقين عليه، والمفروض ان في اخت لينا كاتباهولنا. فاحنا دلوقتي لازم نجهز نفسنا عشان خاطر العقاب. تمام يا ابطال، لازم نجهز نفسنا عشان خاطر العقاب. بصوا بقى، هات العلبة دي والمعلقة نهار ابيض عليا، نهار ابيض عليا. وهات كوباية من بتوعك وشغل التليفون كشاف. الله، كل حاجة انت بتعمليها. بصوا يا ابطال، عقاب النهاردة هينزل على الشاشة اهو من اختنا الغالية ياسمين من فلسطين. قلبي يا المفروض ياسمين، بس ما كنتش حباه يبقى فيا انا. المفروض ان هو قطمة قرفة او معلقة كركم على العصير. فاحنا هنحط معلقة كركم على ايه، على كوباية المية. بس قبل ما نحط معلقة الكركم هنعمل بالمرة الترند بتاع الكركم. نبوظ التليفون بالميه. تمام. برافو عليك بالله. طبعا انت ايه، عندكش مية، فدي انا ما لمستهاش. طب هناك في طبقك على الرز. ما لمستهاش معتز ايه كل ده؟ معتز بالله عمرها عليك، ما هتقع. معتز بالله عليك، روح ربنا، انا مش هشرب الميه دي كلها. تمام. انا عايزك بس ايه، يقرب شويه للكاميرا. خليك زي لا ما لا انت، زي ما انت. حبيبي، لا. هنحط التليفون هنا. لا لا لا، لازم اساعدك. انت ده شملت الترابيزه. حلو كده عشان يبان. ما هو بيبان في الضلمه. طفي الاضاءه يا دودو. يا نهار ابيض. طفي الاضاءه. طفي يا بابا. يلا يا باشا، احنا مش عايزين نحرم اخواتنا من حاجه. ناخد معلقه كركم وهنحط هنا معلقه كركم اهي، مش هنكتر عشان ايه ما بتحبوش اصلا قوي اهو، شايفين؟ مين بيحب معلقه. وهنحط هنا. الله يا الله، الله، والله العظيم تحفه. حلوة قوي. طب اقسم بالله تحفه. الترند ده طلع فتره كبيره جدا يا حبايبي، فانا حبيت طالما في كركم بقى وميه فقلت ما نعمله جربناهوش بالمره. على فكرة. شغالين لنا بقى الاضاءه ضد. شكرا يا قلبي. حلو قوي، بص لونه هنا. تحفه. عارف عامل زي ايه؟ تراب الاساطير. بص بقى، بص بيعمل ازاي. بيبدا اهو، طالما في نور مش هيبان، بس هو ظهر في النور شويه بس، انما الحبيبات بتاعته ظاهره اكتر. الله. يلا دودو نوري من ناحيه ماما. يلا يا باشا، خدها كده وعيش حياتك. تسلم ايدك يا قلب ماما. اي خدمه كل ده معتز. يا ياسمينه يا غاليه. اضرب يا باشا. ياسمين، المفروض كان ياسمين على انا كوباية. بحبك. واحنا كمان والله بنحبها، حتى رهف ورغد بيحبوها والله. انت لازم تحشر نفسك وخلاص. انا بحبها. خلاص ماشي، وهي اختي الغاليه برضو. لا اله الا الله. العقاب انا صاحبه دلوقتي، هي كاتبه العقاب موحد، مش قايله مين يعمله مش في هقدر مين. اشرب كل ده كتير، معلش بطني اشربي، وجعاني اصلا ربنا 3 هيكرمك كوبايات. والله، والله ربنا هيكرمك. هيكرمني والله. هتقدري. لا لازم عقاب. هتديني ايه طيب لما اشربه؟ مش لازم اديكي، يلا بس. الحمص. هو يكون الكركم خطر على صحتي وانا صحتي بايظه؟ لا خطر. الكركم مش خطر والله. على فكره الكركم بيعملوه مع الجنزبيل والليمون انا ومش عارفه عارف ايه للركب. الحاجات دي. انا ما عنديش ركب. لا ده للركب وللتخسيس، بيساعد على الحرق برضو الكركم. حرق ايه وحرق ايه بعد الهرس ده كله؟ لا على فكره والله ما فيش دهون كتير. هي المشكله في النشويات بتاعه الرز والمكرونه وما كترناش. بص انا حابه قد ايه وانت حابه قد ايه، والمكرونه ما كملناش نص الطبق. ميته زي لون عصير المانجا. تشربيها؟ لا هتخلعي منها وتصدري البت. عصير المانجا تشربيها؟ طب اعمل لك انا حبه بعد الفيديو. تشربيها؟ اعملي العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه اديها مره واحده كده، مش هتحس بطعمه غير لما تبلع. خبيتها كده. يخرب بيت كده. ده خليكم تدي خير. في ايه؟ ده قرقم. قرقم ده جميل. معتز من فترة طويلة ايوه. حب ايه، كانت رهف سنة وقال لي انا هعمل دايت.
فقلت له خلاص يعني نعمل دايت، لان بعد الجواز جسمه ملا سنه، ما كناش مالينا كده يعني. كنتش وصلت للمرحله لا دي، احنا ما وصلناش للمرحله دي ابدا يعني. بس احنا سيبنا نفسنا للتحديات قوي الفتره فالدنيا الاخيره باظت. فاتاخرنا جامد. المهم راح ايه عمل ايه بقى، خد وصفه من على النت غلى على النار كركم، كلفتني كتير والله. جاب كركم وجاب كمون وجاب ليمون وجاب مش عارفه ايه حاجات كتير كده. كمون حصى. وغلاه على النار وبرد، راح جاب ازازتين، كان ازاز بيبس عندي وقرفه، ملاها فضاها صبنها وملاهم وحطهم في التلاجة، كانت لون الميه صفرة، المفروض ان انا اشرب منها كل يوم كوبايه على الريق، مصيرها كانت اترمت، ما قدرتش. انا اول كوبايه شربتها بالاكراه، اللي هو انا ايه عامل عليها حاجه بقى وعارف ان هي هتساعدني على التخسيس وكده، لكن مش نفسي مش قابلاها مش جايباها. فكملت اول يوم بالعافيه، تاني يوم عرفت منه ما شربتهوش الصراحه، قلت لا انا اجيب شاي اخضر، ورحت جايب شاي اخضر بدات اخده بعد الاكل. وعلى فكره الفتره اللي ديت كانت ايه عامله لي نظام غذائي عالي جدا، انا اللي كنت بخسسه. والله ربنا يبارك فيها. وما كناش طبعا ما كناش لسه عملنا القناه بتاعت اليوتيوب ولا حاجه. وخسيت كام كيلو؟ 23 كيلو على الدايت بتاعي انا. 23 كيلو في 3 شهور، بس للاسف تخنت تاني. عارفين ليه تخنت تاني؟ لان انا من النوع اللي انا بحب الاكل والله ما بهزرش، وبحب الحلويات. على فكره اي حد بتحس ان هو بيتخن بسرعه، دي بتبقى تفاصيل، ما بيعرفش يقفل بقه زينا. تفاصيل كانت كبده بالهنا والشفا، هو الكبده اصلا ما فيهاش حاجه. فعملت ايه بعد ما خسيت؟ دخل عليا شهر رمضان، طبعا قلت بقى ايه اسيب نفسي رمضان. انا بحب العصير، انتوا عارفين طبعا سفرة رمضان عندنا بتبقى عامله ازاي. بحب العصاير طبعا مش هقدر ابعد عنها، بحب الحلويات كنافه قطايف مش عارف ايه، ما بقدرش ابعد عنها في رمضان، والحاجات دي بتبقى موسمها في رمضان، والخشاف بقى البلح وكده. دخل علينا رمضان، لقيت نفسي طلعت من العيد، قلت بقى بعد العيد لا بس ما زدتش كتير، لا اظبط نفسي بعد العيد. دخلنا في الكحك، اظبط نفسي بعد الكحك، خلاص كده سبت نفسي بقى خالص كده وصلت. لقيت نفسي مليت شويه، بدات الحاجات اللي انا ضيقتها بدات ارجعها تاني واحده واحده لحد ما ايه فضلت ثابت على وزن معين، ما كانش قوي برضو زي دلوقتي. بس ما بدانا تحديات بعد منها بسنه كده، بدات بقى العمليه تزيد معايا جامد. بس فالحمد لله الفتره اللي احنا فيها دي يمكن افضل شويه من اللي فاتت، وربنا رب يقوينا ونكمل على خير باذن الله يا رب. المهم يا حبايب قلبي، تحدي عملناه قوي، يا رب يكون عجبكم، يا رب احنا بنتمنى ان هو يعجبكم، وبنتمنى كمان تحط لنا لايك وكومنت جميل ودعوه حلوه من القلب للقلب، وان شاء الله هنعمل لكم فيديوهات جميله وتحديات جميله باذن الله، ونشوفكم ان شاء الله في تحدي جديد على خير، والسلام.